لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزن خوش حالم لواني 1077 لوانا كاين تفسير قرآني بيروز بيم وخزمتان ومبس رزامندي رب العالمين وهي دار مئوي عزيز السودي لول بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. برخوش بسنا وكل دواني رابج لخزمة دوات بيرز دابين كرب العالمين باز لتاقمي دكا كوا بقر پیغمبر نكوت صلاة نقل بالنفاق نا إيمان دار بون بلام هر حزن الاستراحة وباشان زور پشیمان بونەوە لو بدوا كوتنان إتر توبتشي صوح ينكر الله تعالىش توبكيان لي قبول لك إتر لسرتاي قبول كني توبكش خوای گەورە وەکو دڵنەواییەک لە بۆ ئەوان وەکو بەرزکردنەوەی مرتبەی تەوبەش خوای گەورە باس لە تەوبە دەکات لە بۆ پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لە بۆ مهاجرین و ئەنصار ئەوجا لە بۆ ئەوانیش دیار وەکو گوتیشمان کە عولەما دەڵێن تەوبەی خوای گەورە سوبحانه و تعالی بۆ پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لە حاڵەتێکی ئیمانی و طاعەت و عبودیەت لە بۆ بەرزتر مهاجرین و ئەنصار لەوانەیە تەقسیری بەرەو حاڵەتێکی باشتر و چاکتر ئەوانی تریش کەوا زۆر با بڵێن کاتێکەوە خەریک بوو مەیل لە دڵیان پەیدا بی خوای گەورە سوبحانه و تعالی لێرەدا فەرمی خوای گەورە بەرەو حاڵەتی لێخۆشبوون و ڕازیبوونی خۆی بردیانی من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم دفرمي من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق من أي عن الحق كالحالة يكذب لو حالة عسرة وناخوش شيء كوا بقر پیغمبر كوتم صلى الله عليه وسلم خريق بو كسانيك لوان ضلي ميل پەیدا بکە عن الحق ميل پەیدا بکە لە حق لابد أو الثبات على الاتباع الذي نالهم من المشقة والشدة في سفرهم يعني خريق بو لو حالة ثابتة كوالا سريدا بو كواشيك شوين كوتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لو زي شدا خريق بو لو ثباتي بلرزي و پي خليس چه لبرتي لبر أو مشقة ناخوشي كوالا سفر دابو من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق من ثم تاب عليهم وفي تكرير التوبة عليهم كاتك فرمي ثم تاب عليهم لستاش من لقد تاب لرزق ثم تاب عليهم أو تأكيد أو تكرار لبوسية تأكيد ظاهر لبو التأكيد توبك واعتناء بشأنها وقرنجدان بشأن أو توبة هذا إذا كان الضمير راجعا إلى من تقدم ذكر التوبة عنهم أو أقل حالتك بلين ثم تاب عليهم لقل توبية كم هل لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم هل لبو مهاجرين وأنصار كواتد دوزار كفرمي لقد تاب ثم تاب عليهم لبو أوي كوات تأكيد لو توبيو وقرنجي بيدان وبقوردانان أو توبي بك بلام وإن كان ضمن إلى الفريق الثاني فلا تكرار بلام أقر لذا باز لكم ملك دكا من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق أوانا طبعا غير پیغمبر بالتأكيد وغير مهاجرين وأنصار شن كوات تاقميش ديكا أو لردات ثم تاب عليهم أو باسي أواني ترى بوشي وجه لقدايته والله أعلم. قال بعضهم ذكر التوبة أولا ذكر التوبة أولا قبل ذكر الذنب تفضلا منه وتطييبا لقلوب هندق لزاناج دفرمون يكم زال لسرت هذا باس توبة كر بيشوي باسي قناح كبكاكوا مي بابلين يزيغ قلوب فريق منهم كواتا قناح طبعا لردات سبو أو ميليه كوالا ضلي هندق لوانا بيدابو كواتا باسي توبة كر بيشي قناحكي تفضلا منه وكفضلك خواهي سبحانه وتعالى وتطييبا لقلوبهم لبوت الخوش كردنيا ثم ذكر الذنب بعد ذلك پاشان باسی گوناهکەی کرد
وأردفه بذكر التوبة مرة أخرى يكم زباس توبة كر بيش جناك باشان جناك باس ديسان باس توبة كر زارة شديك تعظيما لشأنهم وكوجا بجوردانان شأن أوان وليعلموا أنه تعالى قد قبل توبتهم وعفى عنهم لبوئكوا تيبقن كأخوي سبحانه وتعالى توبة كان قبول كذا وليان خوش بوا لتفسير سعد ضلي من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم أي تنقلب قلوبهم خريق بوهندك ضليان هل قريتوا ويميل إلى الدعة والسكون ويكوا لو مشقتي زور قرز بولا سريان زيادة ميلي إسراحتي دانشتن بكن ولكن الله ثبتهم وأيدهم وقواهم الله تعالى ثبات يعني في بخشي تأييد يعني كردو بهز يعني كرد وزيغ القلب طبعا لير ذكوا هالك درتوا هلناو مهاجرين وأنصار أواني كوا بقر كوتبون نق أواني كوا لقاسمي دار النسوبون أواني كوا بقر كوتبون أو زال قالوش هنديشان لبر مشقتنا خوشك خريق بو ميل لضلي بيدا بكوا ميل دانشتنو وكبري قرانو بكاتن بلام الله تعالى ثبات يعني في بخشي تأييد يعني كردو بهز يعني كرد وزيغ القلب هو انحراف عن صراط المستقيم زيغ سيا من بعد ما كاد يزيغ زيغ سيا هو انحراف عن صراط المستقيم لا داني أو ضلية لا راس طريقاك فإن كان الانحراف في أصل الدين كان كفرا أجر أو زيغش لا أو ميلا لا أصل دينك بيوه طبعا اعتبارك بكفر وإن كان في شرائع بلام أجر لا درباري بشك لشريعة كيبي كان بحسب تلك الشريعة التي زاغ عنها لو حاطي أجر لأصل دينك بي أو كفر زيغك أجر لا بشك للشريعة لا بشك لأحكام كان بي حسب أو بشك وخريك زيغ لي بيدابك إما قصر عن فعلها زيغك لو حالتك لبشك للشريعة كيبيان تقصيري بك الأنزام داني أو فعل على غير الوجه الشرعي يان أنزامي دا بشيوي كوا بوشيوي نبكو على شرع مطلوبة كواتا أجر لأصل دين بي أو كفر زيغ أجر لبشك لأحكام كان بيتن يعني وتا أنزامي نادا تقصيري دكا يعني وتا أنزامي دا ولن بوشيوي ناك وأخوي يوري سبحانه وتعالى يتر بالتأكيد لأن كفر كنبوة إيوان زياتر وكو لا سعدي دلتن زياتر خريق بالدنيا لو مشقة برو أوي بروكا دابني شنواز بين سبحان الله وثم تاب عليهم أي قبل توبتهم الله تعالى توبان قبول كر إنه بهم رؤوف رحيم يتر الله تعالى بنام بريان رؤوف رحيم ومن رأفته ورحمته رأفة ورحمة نزيد يكن أن من عليهم بالتوبة لرأفة ورحمة خوايور أويكوا خوايور منتي لسر كردن بويكوا توفيقي كرن لبو توبة كردن وقبيلها منهم وليش يعني قبول كر وثبتهم عليها كواتا لرأفة ورحمة خوايور أو لسريان أو بك توفيق كردن كوات خريق بودليان ميل بك لبو سكون ولبو دانشتن الله خوايور هاني دان لبو توبة كردن ليش يعني قبول كر ثبات يعني شبه بخشي لسر أو توبة لتحرير تنوير دلاء فمعنى التوبة على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه كل يقداته أن الله لا يؤاخذهم بما قد يحسبون أنه يسبب بمؤاخذة سبحان الله كواتا أو هاي لقدايته توبة الله تعالى بارنبر بفيهم صلى الله عليه وسلم لقى المهاجر والأنصار ويكوا الله تعالى حسابيا لقلناك على سأوشتاني كأوان بخويا بيان ومقصر مستحقا بمؤاخذة وحساب كردن طالما الله تعالى حسابيا لقلناك من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم أي من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم أي من المهاجرين والأنصار لتحرير التنوير كانت خريج بوهندق المهاجرين والأنصار ضليان ميل اللي فيدابي فإنه متعلق باتبعوه أي اتبعوا أمره بعد أن خامر فريقا منهم خاطر التثاقل والقعود والمعصية بحيث يشبهون المنافقين سبحان الله كانت لدواي وكوادر تسوبون لقل بيان صلى الله عليه وسلم مهاجرين وأنصارانا والله لبر أو مشقة زحمتي كتدابو خريج بودليان ميلش لي بيدابي كأوانيش وكوكو منافق كان دانشتينا أنا بسن دانشنو أو هم مشقة تحملنا كري فإن ذلك لا يتصور وقوعه بعد الخروج وهذا الزيغ لم يقع ولكنه قارب الوقوع من بعد ما كاد كترويندا خريق بروب دا يعني زور دقيقة سبحان الله من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم خريق بو الله تعالى عالمة
خەریک بوو دڵەکانیان لەو مەشەقەتی کە تێدانە مەیلێک لێ پەیدای بەرامبەر بە بەڵام خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە پاراست کەواتە ڕووی نەدا خەریک بوو ڕوو بدا بەڵام ڕووی نەدا بۆی کەوە ئەو مەیلە لە دڵیان پەیدابی. لە زاد المعاد دەڵێ ابن القيم ذكر التوبة في أول الآيات وفي آخرها لا سرتأتك ولا آخر كشي باس لتوبك لقد تاب الله فعشان ثم تاب عليهم فائدة لو تكراره ضليت سنوزه اشتداء كم أنه تاب عليهم أولا بالتوفيق من التوبة كم زار توبك أويك وتوفيق يعني كلبوا التوبة فلما تابوا كتوبة شانكر تاب عليهم ثانيا أو زاد ومزار لياني قبول كر وهو الذي وفقهم لفعلها وتفضل عن بقبولها كواتتوبية كم توفيق يعني كلبوا التوبة توبي دوم لياني قبول كر كهدو الشر فضل خويتي فتوبة العبد محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة منه بعدها كواتتوبة كردني بنده لبين دو توبة لأن خواي جورا له خواي جور تواب سبحانه وتعالى توفيق لك لبوا التوبة فعشان توبة كشي قبول لك فإنه تاب عليهم أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما كواتي كم زار موفق يعني كر خواي جورا توبة خصد يعني توفيق يعني كر إذني لسربو موفق يعني كلبوا التوبة يتر أو بندية توبة كر فعشان خواي جور توبة يعني قبول كر سبحانه وتعالى وزهي دوم دفر منه تعالى ابتدأ بذكر التوبة قبل ذكر الذنب خواي جور باس توبة كي كده بيش أو باسي جناح كبك كواميلك تطيبا لقلوبهم لود الخوشي أوان باشان جناح كي باس كرديا باشان ديسان دفر خواي جور توبة يعني قبول كر والمقصود من تعظيم وشأني ما بس تكشف كوا خواي جور شأنيان برز رادقري لخالش كأخو لوزهيش كده فرمي أنه إذا قيل عفى السلطان عن فلان ثم عفى عنه كاتك هذا قلت له فلان سلطان ده صلاة دار لكسر خوش بو ديسان لي خوش بو دل ذلك على أن ذلك العفو عفو متأكد بلغ الغاية القصوى في الكمال والقوة كواتا كفلان فلان سلطان لفلان كسر خوش بو ديسان لي خوش بو كواتا أو ديسانة لبو التأكيد وكوال لي خوش بونا كي أو فري لي خوش بونا حيث ما زال تدان ما كوا ترسي أويها بك سزاي بدا ولله المثل الأعلى رازي دره وجهه شدي كش أنه قال لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار الذي تاب في إسعاد وهذا الترتيب يدل على أن المراد أنه تعالى تاب عليهم من الوساوس التي كانت تقع في قلوب في ساعة العسرة كوا تاب أو ضل أوش اللي ورد جيريه بوي كوا خواي جورا توبة يعني اللي قبول كل لو وسوسانش كالكاتي الزحمتي بخيالي أندادهات ثم إنه تعالى زاد عليه فقال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم فهذه الزيادة أفادت حصول وساوس قوية كواتا كذا من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم أو بلقي لسروي كوا وسوسة كان زور بهيز بالنادور ذرونيا فلا جرم أتبعها تعالى بذكر التوبة مرة أخرى لو يلدواي كوا باسكر ديس أجدر في التوبة يعني لقبول كر لئلا يبقى في خاطر أحدهم شك في كونهم مؤاخذين بتلك وتتاوكز لا بخياليان دانيك أو وسوسشك بخياليان داتيا خواهي يقول حسابي أنا قدركات سنك خواهي يقول بدو زارا فرم تاب عليهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم أي تاب الله على الفريق الذين كادت قلوبهم أن تزيغ عن الحق خواهي يقول توبي قبول كر لو تاق مولو مزموعي كوا خريق بدليان ميل لبيدا بالحق لابدا لأن الله بصحابة نبيه رؤوف رحيم الله تعالى برانبر الصحابي پیغمبر عليه الصلاة والسلام أو بالرأفة رحمته ومن رأفته ورحمته بأنه لا يريد إهلاكهم الله تعالى نابئ وأنا لنوبة بل رزقهم التوبة وعافاهم من زيغ القلوب وثبتهم الله تعالى توبة بقسمة كردنو وهروها أواني باراس لو يكوادليان ميل لبيدا به وعلى تفسير قاسم جر وفي هذه الآية بيان فضل المهاجرين والأنصار يتلو آتا راستي فضل المهاجرين والأنصار تدا آماجة بيدرايا حاكم دلي ودلت على فضل عثمان وهروا آتا بلقي لسر فضل إمام عثمان خوالي رازيبي لأنه جهز جيش العسرة سمر أوي خوالي يقول ناوي لو كاتانا كات عسرة يترشي لو كات دوري سرتشي هبو لبو أوي كوا تزهيزي أو زي شبكة إمام عثمان خوالي رازبكوا مالێکی زۆری سەرف کرد لە بۆ تەجهیز کردن و لە بۆ دابینکردنی پێداویستەکانی ئەو زەشە
وقد جمع تعالى بين ذكر نبيه وذكرهم ووصفهم باتباع فوجب القطع بموالاتهم. وهروها تمشادكي خواهی گەورە باس پێغەمبەرەکەی کرد صلی الله علیه و سلم پاشان باسی مهاجرین و ئەنساری کردێ و کەوان شوێنکەوتەی پێغەمبەرن صلی الله علیه و سلم لە هەموو کاتێک بەتایبەتیش لە کاتی عوسرە لێ فوجب القطع بموالاتهم پێویستە ئەوەی مسلمانە هەتا ڕۆژ قیامەتێ وەلای لە بۆ ئەصحابی پێغەمبەر هەبی صلی الله عليه وسلم کۆکو زانیان لە وەسفیاندا دەفەرمون چاکترین کەس پاشی پێغەمبەران عەلەیهیمۇ السەلام ئەصحابی پێغەمبەرن خوان لراضي بي صلى الله عليه وسلم واخوا لاصحاب پیغمبر صلى الله عليه وسلم راضي بي كواخوا يقول ليرو لسندين زي جاي كوصفيان دكاو وهروها راضي بوني خوي لبيان در دبري كاتب هيج شويك ناكري كسك خوي بي مسلمان بي ولا لبو اصحاب نبيتن ياخذ والعياذ بالله بأدبيان برامبر بكا دیار هێشتا شتێکی کە لەو ئاتە هەڵدەهێنرێ وەکو زانیان باسییان کردێ بەڵام لەوەرتاوە بوون کە دەوەستین بەپشتیان رب العالمین لەوانەی داهاتوش دێنەوە خزمەتی وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.